المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا عزيزي المشاهد. تخيل معايا المشهد. واحد كان نكرة ما كيعرفو حتى حد، وبلادو بدافع الكرم الوطنية تفتح ليه الأبواب، تعطيه الشهرة، تعطيه المنبر، تعطيه الكلمة، ومن بعد هل الإنسان يقلب على بلادو، يعض اليد اللي كانت كطعمو، ويولي بوق في ايد أعداء الوطن. هاد ماشي فيلم، هاد واقع، واسم هاد الواقع هو راضي الليلي. اللي كان كيسهر في القناة الأولى المغربية، كيقرأ الأخبار وكيظهر قدام ملايين المغاربة اللي كانوا كيشوفوه في حصة مسائية. لكن مع مرور الوقت بان أن الصورة كانت مزيفة، وأن داك الوجه الهادئ ما كان غير قناع ديال خائن كيتخبى ورا الميكروفون. المغرب عطاه كلشي: الثقة، الفرصة، الاحترام والاسم. لكن فاش جا وقت رد الجميل، اللي اختار يطعن الوطن من الدار هو في الحقيقة ليلي، اسم على مسمى. خرج من المغرب ومع أول فرصة بدل القناع، وبدا كيخدم عند اللي كيسعاو لضرب وحدة البلاد، كيهاجم المغرب، كيشتم مؤسساته، وكيخدم في القنوات اللي شعارها الوحيد هو ضرب المغرب كيف ما كان. واش نسيتي يا الليلي شكون عطاك الشهرة؟ واش نسيتي مني كنتي كطلب باش تبان في النشرة؟ راه المغرب هو اللي خلاك شي حاجة، وهاد نفس المغرب هو اللي اليوم كتسبو باش ترضي اللي كيعطيوك الفتات. كتقول حرية الرأي، فين هي الحرية ملي وليتي خادم عند نظام كيعادي بلادك؟ فين هو المبدأ مني بديتي تردد كلامهم بالحرف؟ راه ما بقاتش حرية، راه الخيانة المغلفة بالشعارات. وآخر خرجاتك الإعلامية فضحاتك كتر. خرجتي تقول لا للحكم الذاتي، يعني ضد حل سلمي، ضد رؤية العالم، ضد الإجماع الدولي، وضد مصلحة بلادك اللي رفعاتك. واش كتدافع على شي مبدأ؟ لا، راك غير كتدافع على الخبزة ديال الخيانة. كتحسب الصهد؟ طبيعي، لأن الخيانة كتبقى نار كتغلي في القلب، وما كيعرفها غير اللي عاشها. كنتي في المغرب سيد نفسك، واليوم وليتي عبد لأسيادك في خارج الحدود. اللي كيضحكوا معاك اليوم غدا غادي يستهزئوا بك، وغادي يخليوك تواجه مصير كل خائن عرفوا التاريخ. التاريخ ما كيرحمش الخونة. هاك أمثلة بسيطة باش تعرف راسك فين وصلتي. بن علقمة الفهري اللي خان جيش الأندلس وفتح الباب للعدو، باع الأمة كلها بكلمة، فكتب التاريخ اسمه في صفحة الخيانة. المقريزي في التاريخ العربي ذكر عشرات اللي خانوا وطانهم باش يرضيو أسيادهم، لكن كلهم كان مصيرهم واحد: الذل والنسيان. وحتى في المغرب ما ننسوش خوانات الاستعمار اللي باعوا الدم ديال الشهداء، واللي التاريخ راه ما بقاش يذكرهم إلا كوصمة عار. وانت يا الليلي راه دخلتي نفس اللائحة. تاريخ المغرب طويل، وفيه رجال كيكتبوا المجد بالعرق والدم، وكانوا فيه خونة بحالك كيكتبوا العار بالحقد بالسم. وشوف الفرق، وانت عايش على كره الوطن. الرجال كانوا كيواجهوا الاستعمار والصعاب باش يرفعوا راية المغرب، وانت كتواجه بلادك بلسان مرتزق. كل نهار كتفيق كتحس ان حياتك غريبة، اللي حولك ما كيتيقوش فيك، والناس اللي تفرجوا فيك زمان اليوم كيصبحوا عليك باش يلعنوك. كتحاول تضحك قدام الكاميرا، لكن المراية كتفضحك، لأنك كتشوف فيها أنك إنسان مكسور باع كل شيء وما ربح والو. كتعيش في بلاد ما كتحترمكش، وكتهاجم بلاد كانت كتحبك. كتنبح على المغرب باش تبقى حي إعلاميا،
لكن صوتك اليوم ما بقى فيه حتى وزن، وماشي أول خائن، وما غاديش تكون آخر واحد، ولكن كل متأكد كل خائن نهايته نفس النهاية. الناس اللي خانوا في التاريخ كلهم بداو بنفس الطريقة ديالك: كلمة ضد الوطن، خدمة لأعداء الوطن، ثم نهاية تافهة بزاوية النسيان. واللي باع وطنه حتى أعداء الوطن ما كيعطيوهاش الثقة، لأن اللي خان بلاده غادي يخون اللي خدموه من بعد. ليلي اليوم كتقول لا للحكم الذاتي، وغدا غادي تقول نعم للندم. اليوم كتخدم الخيانة، وغدا غادي تخدم وحدك الصمت والمرارة. الخيانة بحال السرطان، كتبدا بكلمة صغيرة وكتكبر حتى تقتل المروءة والكرامة. وانت اليوم مريض بالخيانة، كتعيش بالأكاذيب وكتحاول تقنع راسك أنك مناضل، لكن راه الفرق كبير بين المناضل والخائن. المناضل كيبني وطن، والخائن كيهدم نفسه. والمغرب ما كيتأثرش بواحد بحالك. المغرب بحر كبير، والخونة مجرد رغوة فوق السطح كتختفي مع أول موجة. المغرب ماشي دولة صغيرة كتخاف من الأصوات الكاذبة. المغرب عنده تاريخ من الصمود، عنده ملك حكيم، وعنده شعب ما كينعش على الإهانة. شعب ديما واقف، شعب كيحب الوطن، وشعب كيعرف يميز بين الحر والخائن. وغادي يجي نهار غادي تتمنى لو بقات عندك الجرأة باش ترجع في بلادك وتعتذر، لكن حتى لو رجعتي ما غادي تلقى لا تصفيق لا ترحيب لا احترام، لأن الخيانة يا الليلي ما كتغسلهاش لا سنين ولا الكلام. وفي النهاية المغرب كيبقى شامخ، والخاونة كيسقطوا بحال أوراق الخريف، كل واحد فيهم عنده لمحطو، ولمحتك جات وانتهت. عاش المغرب، المغرب اللي كيكرم الأوفياء ويفضح الخونة، لأن الوطن ما كيتباعش، والوطن ما كيتخانش، والوطن كيبقى ديما فوق كل خائن وفوق كل مرتزق. أعزائي المشاهدين، إذا أعجبكم الفيديو المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على الإعجاب مع كتابة التعليق تشجيعا لنا لنواصل الرحلة معكم. تحياتي وإلى اللقاء في فيديو جديد.